بعد ما الصلاة تخلص في ناس تقوم بسرعة وناس تانية تفضل قاعدة شوية، مش علشان التعب، علشان النور اللي بيجي بعد الصلاة. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام يا بني. ماذا تفعل؟ صحيح. أحب أن أتعلم. يا شيخ، ما معنى الصلاة؟ الصلاة هي الاتصال بالله يا بني، وكيف أشعر بهذا الاتصال؟ بالخشوع والتركيز. الصلاة هي الركن الثاني. أشكرك يا شيخ. ليه بعد الصلاة ما قمتش زي باقي الناس؟ لأني بحب أقعد أذكر ربنا شوية بعد الصلاة. يعني إيه أختم الصلاة؟ يعني تقول التحيات والصلوات والطيبات ثم الصلاة على النبي. يعني إيه أختم بعد الصلاة؟ بعد الصلاة نقرأ القرآن لنختمه، يعني إكماله. يعني إيه أختم بعد الصلاة؟ في أذكار لازم نقولها بعد الانتهاء من الصلاة. الأذكار بعد الصلاة ما هيش كلمات بنقولها وخلاص، دي نور يفضل معانا طول اليوم. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ده ختام الصلاة الحقيقي. ارفع يديك للدعاء يا بني. نعم يا جد. اللهم اغفر لنا وارحمنا. آمين. أشكرك يا شيخ.